السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه ديال العيد في المول العجيب بشكل جميل، كريمه لذيذه بزاف، والقوام ديال الكيك يجي هشيش بزاف. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو 2 بيضات يكونوا متوسطين، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، هاد النص هذا تيكون وافي شويه، وقشور ديال الليمونه، ديال البرتقاله، وكاس ديال الحليب مع مرش، ساشي فاني وجوج حمارات. كنبداو بالبيض والسنيده والساشي فاني. كنخلطوا هاد المكونات مزيان كما العاده باش تذوب لينا السنيده شويه، وكنضيفوا الزيت، الساشي التنسيم مع قشور ديال البرتقاله اختياري بطبيعه الحال، والزيت هنايا كنكبوها يعني دقه واحده، وكنحاولوا نخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى كيتقاد شويه وكتذوب ديك السنيده. وقبصه ديال الملح ضروريه ما نساوهاش، انا تفكرتها وضفتها. هنا كنضيف الكاس ديال الحليب اللي ما عامرش، ممكن تعوضوه بكاس ديال الماء، كاس ديال الليمون، وممكن نعوضوه حتى بالياغورت. وهنا كنبدا تنضيف دقيق خاص بالحلويات بطبيعه الحال. كنضيف الكاس الاول، كنخلطو مزيان حتى كندخلوه في المكونات، وكنضيف الكاس الثاني كنديرو غير نص، وكنحتفظ بالنص حتى كنخلط داك النص مزيان. عاد كندخل عاد كنضيف الخمارات، وكنضيف النص الاخر. غالبا كتاخذ لي هاد الكيكه هادي 2 كيسان. بعض المرات كنضيف كنحتاج انني نزيد غير 1 المعلقه ولا 2، وبعد المرات ما كنحتاجش. وهنا ضفت داكشي اللي بقى ليا ديال الدقيق صافي. كنتحصل على هذا الخليط هذا اللي كيكون يعني منسجم وخفيف، باش تكونش ثقيله بزاف وما كيكونش جاري. كنديرو في هذا المول هذا اللي عندي ديال المول العجيب، اللي كيكون مدهون بالزبده والرشوش بالدقيق. درتو في الفريغو حتى بغيت نستعملو، وجبدته من الفريغو، كبيت عليه هذا الخليط ديال الكيك، وغادي ندخلو الفران اللي كيكون مسخن من قبل وناقص عليه تقريبا نص ساعه. هاد المولات هادو ديال الالومنيوم كيكونوا خفاف، ما تياخذوش الوقت بزاف في الفران. هنا وجدت